السلام عليكم متابعي ورحمة الله وبركاته. بشارة سارة للذين يعانون من السكر، الذين عندهم سكر ونسبة النوع الأول والثاني فيعانون من أعراض السكري. نعوذ بالله ونستجير به من السكر ومن أعراض السكر، وأجارنا وأجاركم الله. شيء أكيد النوع الأول والثاني، طبعا هذه دواء فعال جدا، يعني ممتاز، كلكم سامعين به، تسمعون تقولون هذا أنا أعرفه. يشتغل على سكر النوع الأول والنوع الثاني نفس الوقت. كلهم يشربون شاي، والناس كلها تشرب شاي، أهل السكر كلها متولعين بالشاي، إلا نادر من ما يشرب. فأقولهم كل من يشرب شاي وعنده سكر تجيب، اسمع ما يلي الطريقة: القلاص الشاي حار، تجيب فوقه قاشوقة شاي متروسة مملوءة بالقرفة، وهذه القرفة تكون ناعمة، مو قرفة خشنة يعني، وتكون نوعية جيدة وجديدة مو قديمة، منتهية، لأن المنتهية ما بيها حرارة باللسان، من تخليها على اللسان ما بيها حرارة. هاي منتهية فاعليتها، ما تشتغل. فإذا خليتها على لسانك بإصبعك حار بيها حرارة مثل الفلفل، هو هاي المضبوطة. المهم حتى لو نص نوعية مو نوعية 100%، المهم تخليها فوق القلاص الحار الشاي، تظل تقلب بالخاشوق لين تطوف القرفة، تطوف، ما تغرق بسرعة، ما تنزل بالماء، ما تشرب، ما تتفاعل بالسريع ويا الماء، تظل تخوط بها، تخوط إلى أن تنزل. وإذا ما نزل خلي يبقى الباقي الفوق، وتجيب هيلاية جديدة وتكسرها بالسريع، تخليها فوق القلاص الشاي وتشرب. واشرب قلاصين وخطيتك برقبتي. يل عندك سكر ما يأذيك، شنو ما يأذيك؟ لا حينزل من سكرك بال20%، وبعد نسبة السكر تنقص عندك وتنخفض من وإلى شنو 20%، تنخفض 20% نسبة السكري. هذا كلام شرف، كلام مضبوط، مو كلام من دول الكلاوتشية الحيالين. لا، خذها، لأن أنا من أنزل شي للأجر والثواب، ما أنزل فشي بي مو شي ما مضبوط. لا 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 لا، ألغيه ذاك اليوم عن طريق الغلط، يعني فشي قلته ما عجبني، مسحته للمقطع ما نشرته. نعم، اللي ينفعكم أقوله واللي ما ينفعكم، لأنه هو أريد أني أجر إلي، شلون أنطيكم شي غلط؟ على كل، وأبقى أقول أنا ما أفكر بالفلوس، ينطون ما ينطون. المهم تشرب قلاص أبو السكر، تشرب قلاصين من القرفة والشاي، هذا اللي ذكرت لك إياه، قلاص شاي وفوقه خاشوقة قرفة مال شاي صغيرة، وهيلاية تكسرها ناعمة وتذبها بيدك، أو تدقها وتذبها فوق القلاص بالسريع، ينزل عندك نسبة السكر. حتى اللي ما عنده سكر نسبة السكر تستعدل عنده، يرتاح. هذا جربوه ولح تدعوا لي إن شاء الله أكيد. نعم، والسلام عليكم. بالمناسبة قبل ما أنهي المقطع، اللي ما يشرب شاي خليه بمي حار،
خاشوقة مال شاي شكر أو خاشوقتين 3 شكر، وخاشوقة قرفة مال شاي بالقلاص مي حار على ملء كأس ماء، وحار هو كوني يعني يغلي وتخوطه وفوقها هيلاية وتشربه. إذا مو شاي مي اخبط فوق المي. والسلام عليكم.